تعالى بقى نتكلم عن تحضيرات البنات ليوم العيد ده بتبقى عامله ازاي. البنات بقى يا معلم برضه زي الرجاله، في منهم 3 انواع برضه. انا عندي 3 انواع. نورني. اقولهم. نورني. اول نوع دي اصلا ما بتبقاش مكلفه. حلو. دي بتكلم عن احمد النقاش. تقوم محضره قبلها الجردل الدايتون ال 30 والسيلر المائي، كنت متصله بعم احمد يا عم احمد ولوحين صنفره وتقوم طالعه عم احمد بيروق. دي ما بتبقاش مكلفه. النوع بقى الثاني المكلف ده بيبقى ايه؟ دي بتكلم الحي، السلام عليكم وعليكم السلام، انا عايز حد من تهذيب الاشجار. تخش عليا يا اسطى في المكنه بتاعت ايه؟ تقليم جز. ايوه بتاعت الحشائش، جز الاعشاب الكبير. بالتالي برضه في رمضان لانها بتبقى مهدتت وبتاع زي شيخ محمد حسان، بس ايه؟ بنلحق نلم الدنيا على قد ما بنقدر، انت فاهمني؟ نيجي بقى يا اسطى بقى النوع الثالث، وده عين اللي مهدور على حقه وطالع عينه وعين اللي خلفوه، اللي تفتح باب الشقه تلاقيها متشعبطه في الستاير وبتمشي على السقف وبتبدا بقى تجيب الاطباق تعمل بقى انا كتر من امثالكم. النوع الثالث ده بالظبط، انت فاهم؟ صار شكل البنات بس والست بتعذبها وشغاله اغنيه بقى والله يا زمن، وقاعده عماله يا عيني تغسل وتكنس وتمسح وشغلانه ما يعلم بالله. وفشخنهم